من زمان والعقل البشري ومكوناته ووظايفه بيمثلوا لغز كبير بالنسبة للعلماء، وعشان كده اتجه العلماء زمان على فكرة إن القلب هو مصدر الذكاء والتفكير ولغوا أي دور للدماغ. حتى ليوناردو دافنشي قدم نوع من الرسومات الدقيقة لشكل الدماغ البشري، وده بعد ما قام بعمليات تشريح في الخفاء على بعض الجثث بمستشفى فلورنسا. في النصف التاني من القرن التسعتاشر فرنسا بقى فيها نوع من الجمعيات الغريبة اللي وجهت أبحاثها عن الجسم البشري وبقت معروفة باسم جمعية التشريح المتبادل، ووافق فيها عدد كبير من العلماء على تقديم جثثهم للتشريح بعد الوفاة لأغراض علمية. والجمعية دي ضمت عدد من الفلاسفة والمختصين في اللغة الفرنسية والأطباء والأنثروبيولوجيين والصحفيين. ومن خلال الجمعية دي اتجه الباحثين للعمل على فهم الروابط بين الشخصية والقدرات وتشكيل الدماغ عن طريق نظام بيتم فيه التبرع بجثث الأعضاء بعد وفاتهم. والجمعية رفضت التشريح المتبادل المتعلق بالديانات والغيبيات لتفسير الظواهر العلمية، بمعنى إنهم عاوزين يعرفوا التفاعلات جوه عقل الإنسان ويفسروا علم النفس والتقلبات المزاجية. وانضمت لصفوف الجمعية عدد كبير من الأدباء والعلماء الفرنسيين زي الطبيب أوغست كوديرو وزميله بول توبونور وعالم الآثار جابرييل ديوموتي. وعلى غير العادي لعمليات التشريح اللي بتتم عادي في المستشفيات، فضل العلماء اللي في الجمعية دي إجراء عمليات التشريح على جثث بعضهم علشان يفهموا أسباب ذكائهم وتفوقهم. ووقتها ده كان نوع من التحدي للكنيسة الكاثوليكية، لأنها كانت المشرفة على مراسم الجنازة للمتوفين، في حين إن العلماء اللي في الجمعية أثبتوا إمكانية دفن الموتى بطريقة مدنية من غير ما يرجعوا للكنيسة في أي حاجة. في السنين الأولى للجمعية كانوا بيحتفظوا بجثث بشرية من غير تصريح قانوني، وسنة 1887 وافق البرلمان الفرنسي على قانون بيسمح للمواطنين الفرنسيين بتقرير مصير جثثهم بعد الوفاة، وأكد القانون على إمكانية تقديم الجثث للتشريح والتجارب لأغراض علمية. وفي سنة 1914 اختفت جمعية التشريح المتبادل بسبب وفاة أغلب أعضائها، وعلى الرغم من فشلها في تحديد مصدر الذكاء في العقل البشري عن طريق التشريح، إلا أنها فتحت طريق لعمليات التبرع بالجسم لأغراض علمية والتبرع بالأعضاء بعد الوفاة للمشاركة في تقدم العلم وإنقاذ كثير من الأرواح البشرية. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة.